تستطيع استثمار يعني أكيد هذه المناطق. أن هناك مشاكل كثيرة وسوف نحاول التطرق إليها فيما يخص القارة الإفريقية في هذه الحلقة، لكن دعينا أيضا نتوقف عن طبيعة العلاقات، واسمح لي أن أشرك ضيف أنباء وآراء الدكتور سمير فرج، سيادة اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي المعروف طبعا. أهلا وسهلا دكتور. اهلا استاذ محمد وضيفتك العزيزه دكتوره اميره. اهلا بحضرتك دكتور. يعني هذه القمه تاتي بعد اسبوع من قمه ربما يعني مختلفه، قمه صينيه عربيه حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الرياض. الان قمه امريكيه افريقيه، يعني قمه اقليميه ايضا. ما الجديد في هذه القمه من حيث العلاقات الامريكيه الافريقيه؟ ما الذي جدد الحب القديم او ما الذي جدد الهوى كما يقولون؟ تمام يا فندم. زي ما حضرتك قدمته في المقدمه، عاوزين نقول ان للاسف امريكا تناست افريقيا لمده عقود طويله، ولكن فجاه مع بزوغ الحرب الاوكرانيه الروسيه وجدت امريكا طوال السنه اللي فاتت ان جميع المناقشات التي تتم في الجمعيه العموميه كانت تصويت لمعظم الدول الافريقيه لصالح الصين وروسيا. ومن هنا كان في ضوء احمر لامريكا انها تناست هذه القاره وتناست هذه الدول، وخاصه كانت في البدايه الناحيه السياسيه. وعشان كده بدات امريكا تبص لهذا الموضوع، فبالتالي اتحرك بلينكن اللي هو وزير الخارجيه الامريكيه من شهرين في جوله افريقيه ل3 دول، كينيا ونيجيريا والسنغال، وقدم لهم دعم كبير جدا، وخاصه نيجيريا الدعم الاقتصادي والامني، لان انت عارف بوكو حرام هناك عامله مشاكل وعدم استقرار، ونيجيريا النهارده بتعتبر اكبر دوله في افريقيا بتطلع طاقه، فكان يهمهم هذا الكلام. بعدها بدا يعني هذه الدعوه لمؤتمر القمه الامريكي الافريقي. اعتقد هذه القمه هتخلق شكل جديد من تعاون امريكا او بصه امريكا لافريقيا بشكل اخر جدا. لما نشوف النهارده 55 مليار دولار يتخصصوا لافريقيا ال3 سنين اللي جايين، اعتقد ده يعني حاجه كويسه. لما الرئيس الامريكي يعين جون كارسون مندوبا عن افريقيا خلال الفتره اللي جايه، اعتقد دي حاجه كويسه جدا. لما يقول ان هو هيدعم دخول الاتحاد الافريقي للانضمام لمجموعه ال20، ده اجراء كويس. لما يقول انه هيدعم بتواجد مقعد لافريقيا في مجلس الامن، ده اعتقد انه كان يعني كويس. كل دي اجراءات هتريحنا الفتره اللي جايه، لان افريقيا كانت محتاجه الدخول والدعم الامريكي بالذات الاقتصادي ضد الصين وروسيا. وخد بالك ايضا كان في تركيا وايران في حاجات يعني مبيعات ومشتريات، انما الدعم الامريكي اعتقد هيبقى كويس لصالح افريقيا الفتره القادمه. طب دكتور، هل من المزايده المصريه ان نربط ذلك بالتحركات المصريه الاخيره على مستوى القاره، القياده الحقيقيه التي شهدتها القاره الافريقيه والدور المصري؟ هل الدور المصري ساهم في بلورة هذا الاهتمام الذي رأته أمريكا في إفريقيا، أم أننا نبالغ في ذلك؟ لا، أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ محمد موافق على هذه النقطة، لأن فعلا إحنا برضو بقالنا من بعد عبد الناصر ورحيل عبد الناصر، مصر أيضا ابتعدت عن أفريقيا وأفريقيا ابتعدت عن مصر. الفترة اللي في عبد الناصر النهارده ما فيش دولة من دول افريقيا الا ما فيش شارع او ميدان باسم عبد الناصر. شركة النصر والسرات كانت ماسكة كل افريقيا. للاسف ابتعدنا في فترة الرئيس سادات، وابتعدنا تماما في عصر الرئيس مبارك الراحل. ولكن لما جاء الرئيس السيسي كانت مصر يعني عودتها مجمده في الاتحاد الافريقي. حد يصدق ان احنا اللي عملنا الاتحاد الافريقي تبقى مجمده؟ ولكن بوصول الرئيس السيسي لو فاكر ان اول زياره له خارج البلاد راح اثيوبيا واعاد مصر للاتحاد الافريقي، وبعدها بسنتين كان الرئيس السيسي بيرأس الاتحاد الافريقي وعمل جهد كبير جدا، راح الصين واليابان. يعني حقيقي عملنا جهد كويس، واعتقد زي ما حضرتك قلت بالظبط ان مصر اصبح لها دور كبير انها تنور للعالم كله، وليس مثلا الصين او روسيا او لكن لامريكا، عشان تبدا تدعم افريقيا. ان دعم افريقيا واستقرار افريقيا برضه استقرار لمصر.
وتاكد النزاعات اللي موجوده دي كلها لا شك ان امريكا، وهنا هيكون دور لامريكا اكتر من الصين وروسيا. يعني الصين كانت بتعمل مشروعات اقتصاديه وكباري وطرق وخلافه، روسيا زيها وسلاح، لكن اعتقد امريكا الفتره الجايه هتحط ايدها اكتر بالذات للتصدي للعمليات الارهابيه، ونقول ايه حتى العناصر المتشرذمه. فاعتقد احنا مبسوط، او انا مبسوط بصراحه على سرعه هذا التواجد الامريكي في افريقيا. فان شاء الله يعم هذا الكلام. طب دكتور، على ذكر هذا، يعني هذا السرور او هذا الانبساط، يعني كمفاوض افريقي او كمسؤول افريقي، لو انك في هذه القمه، في هذه المباحثات، ما الذي يجب على المسؤول الافريقي ان يطلبه من الولايات المتحده في هذه الاثناء؟ هو فندم هم هيطلبوه، امريكا قالته اولا الدعم للصحه، لان الاوبئه زي ما قال الرئيس الامريكي، الاقتصاد الامريكي، الامن النهارده، المجموعات المسلحه ده. يعني الشهر اللي فات فرنسا سحبت قواتها من شرق افريقيا. لا الدنيا كانت وحشه، وحتى الدول الاوروبيه اللي كان لها تواجد كان يعني نقول تواجد محدود جدا. وزي ما حضرتك قلت والدكتوره فاطمه قالت، حتى التواجد الامريكي في الصومال كان قليل جدا. انما الفتره اللي جايه هيبقى التواجد مهم، وهيبقى تواجد اقتصادي كبير. وبعدين امريكا مش برضو الصين كانت، ده الصين احد الدول الافريقيه ما دفعتش اللي عليها، اخذت المطار عشان تستغله لا امريكا غير كده خالص. فعشان كده انا بقول ان الدعم الامريكي في الفتره اللي جايه، وبالذات ما اعلنه جو بايدن انه هيعمل منطقه استثماريه طبعا ب3 و4 تريليون في افريقيا، كل ده يعني بقول ان ده للصالح العام في الفتره اللي جايه افريقيا، وبالتالي هيحقق لمصر مهام كبيره جدا في الامن القومي. ونتمنى جميعا ذلك. اشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي والمدير الاسبق للشؤون المعنويه. دكتوره، يعني